البعض راح لأحد أشهر ملوك الدولة الوسطى وهو سنوسرت الثالث باعتبار إن هو كملك مات غريب، والبعض راح لأمنحتب الرابع باعتبار إن اسمه خرورع أو بتقريب اسمه نوصل لكلمة فرعون. أما لفظ فرعون أساسا فهو مشتق من الإله أوزير عند المصريين القدماء اللي كان بيحمله ملوك الدولة الوسطى، وهو نفر ونن أو ونن نفرو، واللي بتعديل بسيط للكلمة يبقى فيرون أو فرون، وده الاسم اللي أطلقه المؤرخين اليونانيين على الملك المعاصر لسيدنا موسى زي ما هم اللي قالوا. أما بعض مؤرخين المسلمين فراح لأن الملك ده كان من ضمن قبائل البدو اللي احتلت مصر في فترة تاريخية معينة، في إشارة يعني للهكسوس سواء قبل أو بعد فترة حكمهم. بس بصراحة كل الكلام ده مفيش ليه لا أي أدلة ولا براهين من الأساس. ده اللي خلى بعض المؤرخين يروحوا لملوك الدولة الحديثة باعتبار إن هم بس اللي ورد في عهدهم ذكر بلاد الشام والرافد.